يلا حبيبتي انا رايح المحطة عشان برنامج يارا. ما انا عارفه طبعا. خلي بالك من نفسك. ماشي. طيب ايش رايك بعد الحلقة نطلع كلنا نتعشى مع بعض؟ ما انت عارف يا راشد، يارا بعد الحلقه بتحب تقعد مع عبد الله. عموما انا ما راح اتاخر. خلي بالك من نفسك. عاوزة حاجة؟ بحبك. اموت فيك. مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. هلا حبيبتي. أنا شوي بطلع على الهواء. وهذا أنا قاعد في المكتب قاعد أنتظر الحلقة. خلت قوية مثل العادة ها؟ مثل العادة، متوترة وخايفة أطلع على الهواء. يعني خايفة يجيني اتصال بايخ. لا ما شاء الله عليك، أنت قوية وقدها لا تخافين. يا ريت كنت أقدر أشوفك قبل أطلع على الهواء، كان خف التوتر. خلاص عاد يارا، يلا روحي ركزي في برنامج وإن شاء الله راح تكون حلقة ناجحة. يلا تيك كير أنت. باي. علاء، وين الريبورتاج اللي كان فيه البطاط؟ افتح أوريك. في الطبيعة هناك رابحون وخاسرون، فنتائج منافسات الحياة والموت تعتمد على اللحظة الأخيرة. اهلا اهلا بالست وفاء. كده تمشي من غير حتى وتقولي باي باي؟ انت ازاي وصل الفولورز بتوعك للرقم ده؟ ايه؟ الو؟ الصوت بيقطع، مش سامعه كويس. لا انت سمعتيني كويس. ردي على السؤال وما تهربيش. إنها تبتلع فريستها كبيرة وتفضلها حية، حين تتألف على المخلوق الشبيه للفئران تعلم أنها طب هو انا هتهرب ليه يعني؟ وفاء انا فاشينيستا، فعادي يعني ان الفولورز يزيدوا بسرعه. انت بتكذبي عليا. يا ستي ما بكدبش عليكي، هكدب ليه؟ وفاء انا طلبت منك الفلوس وانت ما اديتهاليش، فخلاص بقى بليز دونت جادج. ماشي ماشي، نتكلم بعدين. يلا باي باي. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم هامات. لأنه نال لقب أسعد شعب في العالم بجدارة واستحقاق، قرر الشعب الإماراتي مبادلة قيادته الحكيمة بمبادرة جميلة وراقية اسمها أسعد قيادة برعاية خيمة التواصل العالمي. هذه المبادرة الوطنية الإنسانية الثقافية لا تعنى بالشق السياسي، وإنما تأتي في وقت عصيب تنادي بعض الشعوب بتغيير قياداتها ورؤسائها، فيما تفاخر الإمارات كلها بقيادتها الحكيمة وتنادي بإسعادها في المقابل. ويسرنا الليلة أن نستضيف الدكتور عبد الله النيادي، صاحب فكرة ومؤسس مبادرة خيمة التواصل. حياك الله. أهلا وسهلا. منورنا اليوم. الله يسعدك. دكتور، بدءا دعني أسألك عن أهداف هذه المبادرة ومنشأها. الإمارات معروفة بدائم سباقة لنجدة الملهوف وأيضا قواتنا المسلحة اللي ساهمت في اليمن، ورأينا هذه الشخصية القيادية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، فتمنينا كمواطنين أن قدموا لأبناء أرواحهم، ولكن ماذا قدمنا لهذه الشخصية وهذه القيادة التي أسعدتنا وأصبحنا أسعد شعب؟ والله سبحانه وتعالى يقول ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فطالما نحن أصبحنا شعب الإمارات أسعد شعب، فبالتالي لا واجب وطني علينا أن تصبح هذه القيادة أسعد قيادة للتاريخ. هذه المبادرة أتت يعني من الإمارات، انطلقت من الإمارات، انطلقت من أرضية صلبة للسعادة وخيمة عربية أصيلة تم إنشاءها وتأسيسها في دولة الإمارات، وانطلقت حول العالم. هذه خيمة التواصل التي تواصلت مع الصغير والكبير، تواصلت مع أكثر من 230 جنسية تعيش في دولتنا الحبيبة، دولة السعادة. فأصبح علينا لابد من رد الجميل إلى أهله. لولا هذه القيادة ولولا مثل ما قلنا في بداية حديثنا مفتاح السعادة هي القيادة، فبالتالي نتمنى أن تكون قيادتنا أسعد قيادة. بدينا في منطقة العين وضواحيها لنشر ثقافة السعادة لإسعاد القيادة، وصممنا سجلات أطلقنا عليها سجلات الوفاء والسعادة لإسعاد القيادة. هذه القيادة التي قدمت الكثير
لأبنائها والمقيمين والمحبين وعلى المستوى العالم. فهل دورنا؟ نعم، دورنا كبير كمواطنين ومقيمين ومحبين داخل الدولة وخارج الدولة. كيف نسعد القيادة؟ وهذا سؤالي، خارج الدولة كيف كانت الأصداء وردات الفعل؟ في الحقيقة يعني صار صدى وطبعا الإعلام له دور كبير في نشر ثقافة السعادة ومن دولة السعادة. تفاجأت عندما زرت أحد الدول العربية ووجدت أن سجلات السعادة مليانة بالتواقيع وبالكلمات الجميلة وبالقصائد الشعرية حبا في قيادتنا وحبا بالذات في رمز السعادة والقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. هذه هي الشخصيات التي عرفها التاريخ من إنتاج زايد الخير. فبالتالي عندما الحمد لله طلقنا هذه المبادرة وجدت يعني صدى ووجدت الحمد لله قبول عالمي، فبدأوا العالم الآن يتواصل معنا ويتبنى سجلات السعادة لإسعاد القيادة. قبل يومين وفد يأتي من استراليا يريد أن يتبنى سجلات السعادة، ووفد من إسبانيا، وليس من الدول العربية فحسب بل العالم كله يتواصل معنا لإسعاد قيادتنا بما قدمته وبما رأوه في شعب الإمارات الوفي. ولولا هذه القيادة ما أصبحنا نحن شعب الإمارات أسعد شعب. ولا زلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا بعد الفاصل. باين عليها حلقة مميزة. فعلا. هي رير حبيبتي في خوف عليها؟ وعدنا إليكم وفي حلقة مميزة مع ضيف مميز عن السعادة. الدكتور، كم توقيعاً جمعتم تقريباً؟ والله نحن الآن طبعاً انطلقنا منذ تقريباً ويقارب 8 أشهر ونحن ننشر البرامج ويتم تعيين طبعاً سفراء للوفاء والسعادة، لأن كلمة راعي ما تليق بالحدث. صح. فلا بد أن يكون اللي يتبنى سجلات السعادة والوفاء للقيادة لا بد أن يكون شخصية لديها برامج، لديها برنامج لإسعاد القيادة حتى يعني يتم ترشيحه. والترشيح دائما عادة يكون من ترشيح شعبي نقول نحن، من الشخصيات من رجال الأعمال ورجال المجتمع ومن المشاهير أيضا، من الرياضيين ومن الفنانين لديهم شعبية لنشر أيضا سجلات السعادة من داخل الدولة وخارج الدولة. وصلنا ما يقارب الآن أكثر من تقريبا 3 مليون. والمؤشر طبعا نحن خلال الشهر هذا بعدنا لحد الآن ما عملنا الإحصائية الثانية. الإحصائية الثانية أنا أتوقعها خلال الشهرين هذا توصل إلى 6 مليون داخل الدولة. أما خارج الدولة السودان لحالها وصلت إلى 40 مليون توقيع. وعندما بلغنا قيادتنا قلنا له طويل العمر أصبحت المبادرة التي أطلقوها أبنائكم أبناء الوطن من دولة الإمارات الآن دول تبنتها وأصبحت بالملايين توقع لقيادة، أصبحت قيادة عالمية، أصبحت قيادة معيار ومقاييس للعالم كله. إذا أردت أن تسعد شعبك لابد أن تعمل بما عملت قيادة الإمارات. الو. الو، مساء الخير. يا مساء النور. مو كاني انا قلت لك اني بتصل متى ما بغيت. بس انا مأكدة انك لحالك. وشو عرفت؟ عم تابع البرنامج. والله طلعتي ما انت هينه. حبيت سلم عليك. مشكوره ما قصرتي. طيب مش رح طول عليك اكثر من هيك. انا حبيت اسمع صوتك. بشوفك باكر؟ ايمتى ما بدك. خلص راح اتصل بك. انا بانتظار تليفونك. سلام. سلام. أم هل يمكن أن نرى غير مواطنين؟ نحن اتحادنا السعادة أطلقنا عليها أيضا في بداية سيرنا في الاتحاد 45 رقم 45، فقلنا عندنا 45 سفير للوفاء والسعادة من داخل الدولة، أيضا من المقيمين والمحبين. ليس سفراء السعادة والوفاء هم مواطنين، بل أيضا من أخواننا وأبنائنا واللي عاشوا معنا في على هذه. إذا سمحت لي الدكتور، وظفنا. نعم. إذا سمحت لي الدكتور، نعم. هذا سؤال جدا مهم.
راشد دوم هو يرتب لي تليفون مرتلة كأننا ننساها. هذا راشد، هذا راشد ولدي. الو. هلا امي، هلا، حياك الله. شو اخبارك؟ الله يسلمك يا ولدي، انا بخير. كيف حالك انت؟ انا تمام الحمد لله، توني مخلص شغل وبروح البيت ارتاح. باكر بشوفك ان شاء الله. حياك الله يا ولدي، وانا اترياك اندوك. اسمعني، فكرت في الموضوع؟ ايه يعني باكر ما نسولف اذا شفتك ان شاء الله. انزين يا ولدي، اندوك عاد دير بالك على نفسك يا ولدي. هي نعم ان شاء الله. يلا يا ولدي، فمان الله الحين. اترياك ترى ارقبك. لا تبطي علي. يلا الله يسلمك ويحفظك. فمان الله حبيبي. مع السلامه امي، مع السلامه. 365 يوم و365 سفير، صح؟ اعطينا نسبه وتناسب على حسب طبعا الحجم الموجود عندنا، لان نحن بدينا ب 6 مليون ونتمنى نوصل 9 مليون في داخل الدوله، اما خارج الدوله طبعا السفراء اللي من 365 وسالتيني عن الرقم 365 حتى يعني 350 عدد ايام السنه طبعا معروف، ولكن لا تغيب الشمس عن هذه القياده للسعاده، وكأن نقول للزمان يوميا عندنا رساله جميله لقيادتنا كي نسعد هذه القياده. وتصوري معي عندما تتقدم سجلات الوفاء والسعاده للقياده الرشيده بمناسبه عيد الاتحاد ال 46 ونحن نحمل 365 عندنا سفير للوفاء والسعاده من انحاء العالم لاسعاد القياده. اعتقد يعني منظر جميل، يعني هذا ما نتمناه نحن كمواطنين ومقيمين ومحبين، والعالم كله يتمنى أن يسعد القيادة التي أسعدت الجميع. دكتور، سؤال أخير عشان ما نأخرك. إذا طلبت منك باقتضاب رسالة إلى القيادة الرشيدة باسمك وباسم المبادرة والمنتسبين المتطوعين، شو تقول؟ أقول لقيادتي شكرا على ما قدمتموه، ونتمنى أن نسعدكم مثل ما أسعدتمونا وأصبحنا أسعد شعب. شكرا دكتور. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا. مبادرة جميلة ووفية إلى قيادة أوفى. أتمنى لكم باسم برنامج هامات، معده مخرجه والفريق كاملا، ليلة سعيدة و365 يوما من السعادة. إلى الملتقى. هلا سيف. هلا ميثا، سوري شغلتك عن شيء؟ لا بس كنت لما اغراضي مروحه. شو مسويه في اجازه هالاسبوع؟ والله مو شيء، الاغلب اني بكون مع الاهل. بغيت اشكرك صراحه يعني لانك كنتي معي خلال الاسبوع كله. لا بالعكس، الشكر لك، تقاريرك كانت وايد حلوه ما شاء الله عليك. لا انا ما اتكلم عن الشغل، يعني حصلت شوي صعوبه، يعني كنت محصل صعوبه اني اتاقلم مع فريق العمل. لا بالعكس، الكل يمدح فيك ويشكر، وانت ما شاء الله عليك مبيض الويهدوم. مشكوره. استاذن، بخليك روحه. اي ماما حبيبتي، انا هلا جايه اجيب لك شيء معي.
يا أمي شو أعمل إذا هلأ خلصنا؟ شو ما شفتي الحلقة؟ طب طولي بالك. خلص ليكي شو، هلأ بجي وبسهر معك للصبح. أنا هيك بكرة ما عندي شغل. منيح. طيب حبيبتي، يلا بشوفك. باي باي. ذمتك في أحلى عن كذي؟ في أحلى عن السكينة والهدوء اللي هنا؟ في؟ صدقتي، لا أحلى ولا أجمل. ما عادش صرت أشوف الدنيا غير، صرت أشوفها بعيونك. فتحتي كل حواسي على الجمال. صدق؟ تعرفين يا رب، أنت نقطة التغير في حياتي. قبلك ما أعرف كيف كنت عايش، روتين. تعرف كل المطبات والأزمات اللي مرينا فيها ما خلتني أكرهك، بالعكس خلتني أحبك أكثر، أحبنا زود. عشقت. وأنا أكثر. أنا أحس وياك، أحس إني ياهل عندي كل شيء وما تبغى شيء بعد. أنت وايد حساسة ورومانسية، وأنا ما أعرف كيف أجاري احتياجاتك. يمكن ما أعرف أعبر عن مشاعري، بس صدقيني أنا معاك مختلف عني مع الكل. شلون؟ معاك أحس إني طفل بس مسلوبة كل أدوات الدفاعية. عشان كذا هالضعف وايد يوترني، أعصب وأزعلك وأضايقك، بس ترى بدون قصد. أنا آسف، لا تزعلي مني. مو بزعلانة. شو رأيك نسير البيت؟ لا طبعا، لأني أنا في قمة سعادتي. اللي يريحك. اليوم كانت حلقة مميزة. ممكن ما نتكلم عن أي شيء؟ خليني أحبك وأحبني وأحبنا وأحب الجمال اللي حولنا وفوقنا. ممكن؟ أبغى أعترف لك بشيء. طول عمري وأنا خايف من فكرة الزواج أو أي نوع ارتباط ممكن يقيدني أو يخنقني. كنت أعتبرها صفقة خسرانة، بس أنت غيرتي المعادلة. معك أحس بالأمان. أحتاجك تكونين جنبي. وأنا قاعدة أحتاجك وايد. أنا عارف إني أنا أحياناً أكون مزعج،
تصرفاتي تكون طايشة وغير محسوبة، لكن قاعد أبذل قصارى جهدي إني أنا ألتزم وبكل طاقتي. الموضوع مو بغيرة، موضوع وايد أكبر عن كذي. أنا جالسة أحاول أحافظ على شيء وايد كبير عندي. أقول لك شيء، ما في شيء في هالدنيا لا طعم ولا قيمة ولا لون بدون حب. حتى نجاحي ما كان له قيمة قبلك. أنت مركز توازن، وأنتي صمام الأمان. سير لبيت. الله على الأجواء هذه، حاسس نفسي قاعد في مطعم بفندق 5 ستارز. أنا طبيخي 7 ستارز. طبعا طبعا، وأنا عاتوه عن طبيخك، أحلى طبيخ في العالم. يومك كان صعب، باين عليك. الحياة كذي، يوم صعب يوم حلو، الحمد لله. ما هو لو ما شفناش اللحظات الوحشة مش هنقدر نحس باللحظات الحلوة. 10 سنين كأننا لسه في أحلى شهر عسل. بقول لك إيه، أنت لازم تعمل لي حفلة كبيرة، ده عيد جوازنا العاشر. أحلى احتفال. حبيبتي، مشكورة على كل شيء. أنا اللي بشكرك إنك حبيتني واستحملتني ال10 سنين دول. يا سلام، حظل أحبك واستحملك مليون سنة. كنت عايزة أقول لك على حاجة يا راشد. أنا فعلا عندي وقت فراغ كبير قوي. وقت الفراغ ده خليني أفكر أفكار وحشة، والقراية والطبيخ ما بقوش كفاية. أنا عايزة أشتغل. يا ريت، بالعكس، أتمنى إنه يكون في شيء يشغلك. أنا فكرت في حاجات كتيرة قوي، بس لسه ما استقرتش على حاجة معينة. خلاص، أول ما تستقرين خبريني. أكيد. أنت أول واحد هتعرف وهتقف جنبي وهتساعدني. هو أنت مش فانوسي السحري؟ طبعا. شبيك راشد بنتي. ملوخية. حاضر. خلاص باكر بكون عندكم ان شاء الله. وليش ما خبرتني انك مسافر؟ ها؟ ما ادري، هيك بسرعه. المهم سامحني. لا والله، ليش اسامحك؟ لا يكون قربيتي وانا ما ادري. والله العظيم. المهم انا جهزت كل شيء، بس اتريا جيتك وانا بياخذك من المطار، تفهم؟ بروح عند الاهل ما اقدر. يا حبيبي اذيتنا انت، الاهل. انت بس لانك مسافر شي تقول، بس من التي وحياتك بنبدا بالمغامرات وحياتك. ما تيوز من سوالفك. المهم خلاص باكر اي واشوفك. زين اوكي. يلا بعدين اكلمك. يلا. الو. الحمد لله بخير. شلون البنات؟ ترى حدي مشتاق لهم. وانت بعد. ها صدقت ولا ما صدقتي؟ يلا اكلمك باكر. باي.
الله يسلم ايديكي يا رب ويخلي لي اياكي. عن جد ماما ما كنت مصدقه امتى تجي ونحط نفس السفره ونتعشى انا وياكي. ألف صحة وهنا يا عمي. على قلبك حبيبتي. سمورة خانو، شو قصتك مالك على بعضك؟ كأنه في حكي بتمك بدك تقولي. تفضلي اعترفي لشوف. مالك ابن عمك حكى معي. يي علينا، ما كنا نخلص بقى من هالقصة؟ أمي شو بيعيبوا مالك؟ رجال معدل ومصاري معه وشهادة ماما مشان الله، انت بتعرفي انه انا ما بحبه من نحن وصغار. شو بده هالمرة؟ يعني ما كنا نخلص، عن جد ما كنا نخلص. هذا واحد مستحجي، لا بيحبني ولا بيبطخ، وانا عرفانه على شو عم يرسم ويروح يلعب غيرها. امي اذا عن جد ما بدك ياني ازعل، لا بقى تجيبي لي سيرته بالمره. الله يخليكي. أصلاً أنت عنيدة وما بتعملي إلا اللي براسك، خليكي عايشة هيك لحالك مثل ما بدك. واصلا لبن المدعبل كثير طيبه اللي عملتيها. صباح الخير. ان شاء الله ما اكون ازعجتك. كنت نايمه؟ لا أنا بس حبكير. نامين متاخره وتصحين بدري. غريب. عندي مشاكل بالنوم، أرق. لا الف سلامه عليك. على العموم انا واقف هني في المزرعه وتذكرتك وحبيت اسلم عليك. عجبني يالك، يا ريتني معك. تعالي اذا حبيتي طبعا. لا غير مرة بتاخدني أنت. خلاص ماشي، واعتبري وعد. بحب هيدي الكلمة. اي كلمه؟ وعد. أنت لما بتوعد توفي صحيح؟ تقدرين تجربيني. المرة الماضية وعدتني أشوفك وبعدك لهلا ما جيت. أي متى بدك توفي بوعدك؟ انت ما تحبين؟ الوقت اللي بيناسبك. نفس المكان؟ بنفس المكان. حلو. عندي شويه شغل اخلصه ونلتقي. رح بانتظارك وجاهزة. جاهزه لشو؟ لا أي شي بدك. حلو. اخلص شغلي واكلمك. أنا بانتظارك. سلام. سلام. سالم. وهذا الثرى يا سلطان عشان تتواصل فيه مع الأهل. تسلم يا سيدي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله يا سلطان، نشوفك على خير. على خير إن شاء الله. بتفكري في ايه؟ عبد الله
مش عارفه اعمل له ايه في عيد ميلاده. عايزه اعمل حاجه جديده كده اكسبشنال ما اتعملتش قبل. طول عمرك مبتكره. ايوه يعني بتفكري في ايه بالظبط؟ ما اعرفش، ما تيجي تفكري معايا. هو انت قلتي له على موضوع الحمل؟ لا. طب ما تاخدي المناسبه دي وتقولي له الخبر الحلو. حلو ايه بس؟ ما انت عارفه انا مش عايزه عيال دلوقتي، لسه بدري علينا. بدري ايه ده مجنون. سبحان الله، هي الدنيا كده. انت عارفه يا يارا، انا وراشد عمرنا ما اختلفنا على اي حاجه غير موضوع الولاد ده، هو اللي معذبنا. اكيد ربنا له حكم في ده. اسمعيني كويس، راشد ده ما يتعوضش. انت تمسكي فيه بايدك واسنانك، فاهمه؟ كل الدنيا بتحسدكوا على الحب ده. انا واحده من الناس لو لا سمح الله حصل بينكم حاجه هبطل اصدق ان في حب في الدنيا. طب على سيره الحب بقى، عملتي انت وعبد الله امبارح؟ يوه، عمل لي فيلم رومانسي. عارفه الفيلم الرومانسي اللي تقلقي بعديه تقولي وراه حاجه؟ يا ساتر عليك، يا ساتر. هو انت على طول قلقه كده؟ يعني هجيبه من بره، ما احنا عيله قلق ولا نسيتي؟ طب على سيره القلق بقى، في موضوع كده عايزه اكلمك فيه. خير؟ اختك المجنونه مش عاجبني حالها. مالها؟ هي عملت حاجه؟ لا ما عملتش حاجه، بس حاسه كده ان في حاجه مخبياها. ربنا يستر. انت بلاك شي يا ولدي، انا ما اقول لك الحين طلق وفاء، بس اقول لك يعني الله محلل لك 4 بعد شو تبى؟ يا أمي الموضوع مو بهالسهولة هذه. وبعدين منو هذه اللي بتوافق فيني بس عشان العيال؟ موجودة وانا خطبتها لك، واهلها موافقين ويبغولنا بس يسمعون كلمة منك. ايه ما شاء الله، خلاص خطبتي وتممتي كل شيء ها؟ للحين انا ما وافقت. ايش حقه ما توافق؟ وبعدين وفاء بندس عليها الموضوع الين ما تبياها. يا امي انا ما احب اكذب. انا ما قلت لك اكذب، انا قلت بس دس موضوع الزواج الين ما يجي ولد. ان شاء الله يصير خير، خليني افكر. شو تفكر؟ لا تطولها وهي قصيرة، ليون ناس يخطبون البنية. ان شاء الله ما بتكونين الا راضيه ان شاء الله. يا ابو يسمع كلامي وعرس، ترى احسن شيء في الدنيا اليهال العيال يوم هم يوجوجون. يلا يا ولدي لا تكسر خاطري، والله يوفقك ان شاء الله. يلا أمي انا عندي شغل مستعجل، ها؟ داورين على شيء؟ شو ابا بعد؟ ابا سلامتك، اباك بس توافق ان شاء الله. يلا الله يحفظك ابوي، وهلا هلا في الطريق وفكر في الموضوع زين، تراني انا ميمك. شو اخباركم حبايبي متابعيني؟ ايش رايكم في هذا الدرس؟ الدرس هذا من عند صوص، عنده حاجات واو، والحاجات دي مش موجوده في الامارات كلها غير بس عند صوص. تعالوا قولوا انكم من طرف كايلة فهم وبتحصلون خصم. كل شيء تمام؟ تمام. الفيديو اتعمل له داونلود ويمكن اكتر من 90% من الفولورز شافوه. تمام، وادي المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه، في جوه كوبون تيجي تشتري بيه اللي انت عايزاه. ثانك يو. يلا اسيبك معاك. الو هاني؟